السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا تاني محاضرة في الميكروبيولوجي. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على 3 بايونيرز، اتكلمنا على أنتوني فان ليفنهوك ولوي باستير. اتكلمنا على 3 حاجات عملهم لوي باستير وهم الباسترايزيشن والفاكسينيشن والفيرمنتيشن. رابع حاجة عملها العالم لوي باستير سوان نيك فلاسك اكسبيرمنت. إيه هي التجربة دي؟ أول حاجة عندنا الاسم سوان نيك على اسم الفلاسك اللي استخدمها. الفلاسك دي النيك بتاعتها الرقبه بتاعتها بتبقى لونج وكيرفد شبه الرقبه بتاعت البجعه، فعشان كده دي اسم التجربه. طب ايه بقى الغرض من التجربه دي؟ الغرض من التجربه دي انه يعمل ديسبروف لحاجه اسمها سبونتينيوس جنريشن، التوالد الذاتي. كان زمان العلماء مقتنعين ان البكتيريا تتولد ذاتيا، يعني احنا لو سايبين حاجه كده البكتيريا كمز بتيجي كده لوحدها. وطبعا جه لوي باستير واثبت ان الكلام ده غلط عن طريق ايه؟ عن طريق التجربه دي. طب ايه بقى فكره التجربه؟ اول حاجه عندنا الفلاسك دي النيك بتاعتها شبه الرقبه بتاعت البجعه، رقبه البجعه، عشان كده اسمها سوان نيك فلاسك، بتبقى اللونج اند كيرفد نيك. طب هو عمل ايه بقى؟ الفلاسك دي فيها ميزه ان الهواء لما بيجي يخش الهواء طبعا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه بعض الميكروبات وبعض الدست، فالميكروبات بيحصل لها تراب، بتفضل معلقه هنا. يبقى الهواء لما بيجي يخش الميكروبات بتفضل هنا، الميكروبس البكتيريا بتفضل معلقه هنا. طب اللي بيكمل ايه؟ اللي بيكمل جوه هو الكلين اير، الهواء النقي. دي ميزه ايه؟ دي ميزه الفلاسك اللي هو استخدمها. طب هو عمل ايه بقى لوي باستير؟ جاب الفلاسك حط فيها النيوترنت بروث، جاب نيوترنت بروث وحطها فيها. يعني ايه؟ جاب لحمه وغلاها وخد الشوربه بتاعتها وحطها فين؟ حطها في الفلاسك دي وعرضها للهيت. ليه عرضها للهيت؟ عرضها للهيت عشان يعمل ستيرلايزيشن، يقتل كل البكتيريا. يبقى هو عرضها للهيت تو كيل اول بكتيريا عشان تبقى ايه؟ تبقى سترايل، تبقى معقمه. تمام؟ طيب يبقى هو جاب البروث نيوترنت بروث وحطه في الفلاسك وعرضها للهيت عشان يقتل كل البكتيريا. يبقى كده عمل ايه؟ عمل ستيرلايزيشن. طب واحنا قلنا ميزه الفلاسك دي ان الهواء لما بيجي يخش الميكروبات بتفضل معلقه، واللي بيخش هو الكلين اير. فساب الفلاسك دي لمده اسابيع. ايه اللي حصل؟ نو بكتيريا بريزنت. ليه؟ عشان هي ستيرلايزيشن، عشان عملها ستيرلايزيشن. يبقى هنا عندنا نو بكتيريا بريزنت. دي في اول واحده. طيب جاب الفلاسك الثانيه بقى عمل لها نفس الكلام، حط فيها النيوترنت بروث وعرض النيوترنت بروث ده عرضه للهيت عشان يقتل كل الميكروبات، يخليه ستيرلايزد، يعمل له ستيرلايزيشن. طيب بس في الثانيه عمل حاجه، كسر النك، عمل بريك داون للنك، يعني كسر النك دي. فايه اللي حصل؟ اللي دخل الهواء اللي فيه الميكروبات، يعني اللي دخل هنا كده الهواء بلس الميكروبات اللي فيه ميكروبس. فايه اللي حصل عندنا؟ سابها لمده اسابيع، رجع لقى ايه؟ لقى بكتيريا بريزنت، لا البكتيريا موجوده. حصل ايه؟ حصل سبايلج للبروث ده. يبقى تاني، يبقى الغرض من التجربه اللي عملها لوي باستير، وعمل تجربه اسمها سوان نيك فلاسك. الغرض من التجربه دي انه يعمل ايه؟ يعمل ديسبروف لحاجه اسمها سبونتينيوس جنريشن اللي هي التولد الذاتي. قال ان البكتيريا بتيجي نتيجه حاجه، ما بتجيش كده لوحدها. عن طريق ايه؟ عن طريق التجربه اللي هو عملها. جاب الفلاسك وحط فيها نيوترنت بروث، والنيوترنت بروث ده عمل له ايه؟ عمل له ستيرلايزيشن، عقمه، ما خلاش فيه ولا بكتيريا. وسابه لمده اسابيع مفيش بكتيريا حضرت. فضل ايه؟ فضل زي ما هو معقم. طب الثانيه لما جه كسر الفلاسك اللي حصل؟ الهواء دخل والميكروبات اللي في الهواء، فايه اللي حصل؟ بكتيريا بريزنت. ده كان بالنسبه ايه؟ لربع ساعه عمله العالم الفرنسي لوي باستير. نخش عندنا على روبرت كوخ. روبرت كوخ بقى ده العالم الالماني، ده واحد من اهم علماء الميكروبيولوجي. طب هو عمل ايه؟ كل اللي هو عمله عمل بعض الفرضيات عشان يعمل ايه؟ عشان يقول في الاخر روبرت كوخ عايز يقول ان المرض ده بيسببه البكتيريا دي، ان مرض معين بيسببه بكتيريا معينه. طب عمل ايه؟ لقى حيوان ديزيزد انيمال، حيوان مريض بمرض معين. جه الحيوان ده مات بسبب المرض ده. عمل ايه؟ خد عينه دم من الحيوان اللي مات ده، خد عينه الدم وشافها تحت الميكروسكوب، لقى بكتيريا. طيب بعد كده عمل ايه؟ خد البكتيريا دي ونماها، عمل لها كالتشر ان بيور كالتشر، نمى البكتيريا دي على كالتشر ميديا، خلاها تنمو عنده. طيب تالت خطوه عملها جاب البكتيريا دي وعمل حاجه اسمها artificial injection. يعني ايه؟ يعني خد البكتيريا وحقنها في حيوان سليم. تمام؟ ايه اللي حصل؟ الحيوان السليم جاله نفس الاعراض بتاع الحيوان الاولاني اللي هو الديزيزد ومات. بعد كده عمل ايه؟ خد عينه دم من الحيوان اللي مات ده اللي هو عمل له artificial injection، وجدها ايه؟ وجدها نفس البكتيريا. فهو عمل ايه؟ اثبت ان المرض ده
بيسببوا البكتيريا دي. ده اللي عمله روبرت كوخ. يبقى تاني، يبقى روبرت كوخ عمل ايه؟ اول حاجه لقى diseased animal observe the disease، لقى ان الحيوان جاله مرض والحيوان ده مات بسبب المرض ده، فعمل ايه؟ خد عينه دم من الحيوان الميت ده، خلى عينه الدم لقى فيها بكتيريا، بعد كده راح خد البكتيريا دي نماها على ايه؟ على بيور كالتشر، ودلوقتي هنشرح البيور كالتشر. بعد ما نماها على بيور كالتشر عمل حاجه اسمها ارتفيشال انجكشن، يعني جاب البكتيريا وحقنها في حيوان سليم. ايه اللي حصل؟ الحيوان السليم ده جاله نفس الاعراض ومات. تمام؟ بعد كده عمل ايه؟ عمل برضو خد من الحيوان اللي هو عمل له ارتفيشال انجكشن ده ومات، خد منه العينه، لقى ايه؟ لقى نفس البكتيريا. فهو عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها جيرم ديزيز ثيوري. يعني ايه؟ يعني قال ان البكتيريا دي المرض ده بيسببه البكتيريا دي. ده اللي عمله مين؟ ده اللي عمله روبرت كوخ. طيب تاني اسم عمله روبرت كوخ هو فاذر اوف كالتشر ميديا. ليه؟ لان قبل روبرت كوخ العالم لوي باستير كان بيستخدم ليكويد ميديا، كان بيستخدم نيوترنت براث اللي هو المرق بتاع اللحمه، اللي هو بيجيب اللحمه يغليها وياخد الشوربه بتاعتها وينمى عليها البكتيريا. ده مين؟ لوي باستير. جه روبرت كوخ قال لك لا انا عايز استخدم سوليد ميديا، فعمل ايه؟ ففي الاول جه روبرت كوخ استخدم الجيلاتين as ايه؟ as solid media. ولكن في بعض المشاكل في الجيلاتين. ايه هي؟ ان الجيلاتين بيحصل له ميلت at room temperature، يعني ايه؟ بيسيح. وكمان حاجه تاني، في بعض البكتيريا بتفرز حاجه اسمها جيلاتينيز. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انزيم بيعمل ايه؟ بيعمل بريك داون للجيلاتين. يبقى اول حاجه عملها روبرت كوخ هو طبعا اكتشف حاجه اسمها جيرم ديزيز ثيوري، قال ان المرض ده بيسببه البكتيريا دي. تاني حاجه هو فاذر اوف كالتشر ميديا. ليه؟ قبله كانوا بيستخدموا الليكويد ميديا، هو جه استخدم السوليد ميديا، استخدم الجيلاتين. ولكن الجيلاتين كان فيه بعض المشاكل. اول حاجه انه بيسيح في درجه حراره 27 درجه سليزيوس. تاني حاجه ان في بعض البكتيريا بتفرز انزيم اسمه جيلاتينيز، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل هيدروليسيس، بيعمل بريك داون للجيلاتين. تمام. طيب ده تاني حاجه ان في بعض البكتيريا بتفرز ايه؟ جيلاتينيز، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل بريك داون للجيلاتين. طيب ده كده بالنسبه ايه؟ لروبرت كوخ. طيب بعد الجيلاتين استخدم ايه؟ استخدم الاجار از سوليد ميديا، وده لغايه يومنا هذا بيستخدم از سوليد ميديا هو الاجار. ده كده بالنسبه لمين؟ لروبرت كوخ. طب ايه بقى الاكتشافات اللي اكتشفها؟ الاكتشافات اللي اكتشفها نتيجه البيستوليتس اللي هو عملها، الحاجات اللي هو قالها دي. اكتشف الانثراكس. ايه هو الانثراكس؟ ده الجمره الخبيثه. هو عمل ايه؟ قال ان الانثراكس مرض الجمره الخبيثه بيسببه بكتيريا اسمها باسيلس انثراسيس. البكتيريا دي بتسبب المرض ده. ده اول حاجه اكتشفها سنه 1876. بعد كده اكتشف توبركلوسيس اللي هو السل. قال ايه؟ قال ان التوبركلوسيس بيسببوا بكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم توبركلوسيس. تمام؟ قال ان البكتيريا دي بتسبب المرض ده. طيب ثالث مرض اكتشفه وجه مصر اكتشفه سنه 1883 هو الكوليرا. اكتشف الكوليرا، قال ان الكوليرا بيسببها بكتيريا اسمها ايه؟ اسمه فيبريو كوليرا. تمام؟ ده اللي عمله مين؟ روبرت كوخ. يبقى روبرت كوخ عن طريق الافتراضيات بتاعته قدر يكتشف ان الامراض بيسببها بكتيريا، ان في مرض معين بيسببه بكتيريا معينه عن طريق البيستلتس اللي هو قالها. طب تاني حاجه هو فاذر اوف كالتشر ميديا. ليه؟ قبله كانوا يستخدموا الليكويد وهو جه اللي استخدم السوليد ميديا. في الاول استخدم الجيلاتين ولكن كان في بعض العيوب، بعد كده استخدم ايه؟ استخدم الاجار از سوليد ميديا. ده كان بالنسبه للمحاضره الثانيه عندنا في المايكرو